تسمى المرآة المقعرة بالمرآة المجمعة أو اللامة، بينما تسمى المرآة المحدبة بالمرآة المفرقة. ليه دي بنسموها مجمعة؟ تعال نشوفه قبل ما نقرأ الإجابة. دي مراية إيه يا صديقي؟ خلاص يا مستر حفظت. ده السطح العاكس داخلي، صح؟ يبقى دي مرآة مقعرة. الأشعة هتسقط كده، وادي الأشعة هتسقط كده. يبقى كده سقط كام شعاع؟ يا مستر والله ده سقط شعاعين. تمام؟ الشعاع الأولاني سقط وانعكس، والشعاع التاني سقط وانعكس. قال لا، هي عملت ايه كده يا مستر في الأشعة؟ جمعتهم. يبقى الأشعة، يبقى المراية المقعرة، لأن المرآة المقعرة تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها بعد انعكاسها. يعني ده شعاع ضوئي ساقط وده شعاع ضوئي ساقط، الأشعة دي متوازية مع المحور الأصلي، هنعرفه كمان شوية. تمام؟ خلاص؟ يبقى أنا عندي الأشعة دي ساقطة متوازية، بعد ما تنعكس هتجمعهم مع بعض. عشان كده سموا المرآة المقعرة بالمرآة المجمعة أو اللامة، بينما المرآة المحدبة تفرق الأشعة الضوئية الساقطة متوازية بعد انعكاسها. ارسم لي يا صديقي. ادي دي مراية كرية والسطح العاكس خارجي. الكرة من بره هو اللي هتعكس. يبقى اللي جوه ده ايه يا صديقي؟ ده اللي جوه ده ظهر المرآة. تمام؟ خلاص؟ طيب ايه اللي يحصل يا صديقي؟ ادي سقط شعاع وسقط شعاع تاني. خلاص؟ تمام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل كالتالي: الشعاع ده انعكس لفوق، طب الشعاع ده انعكس لتحت. يبقى اذا كده المرايه كده جمعت ولا فرقت؟ لا، هنا فرقت. يبقى سموها المرآة المحدبة او المحدبة مفرقة، لأنها تفرق الأشعة الساقطة متوازية بعد انعكاسها يا صديقي.